سرقة كل ما هو مغربي أصبحت حرفة جزائرية، لم يعد الأمر مجرد صدفة ومغالطات تاريخية تقبل تصحيح، بل تجاوز ذلك. هو آلة عملية ممنهجة تعمل على تحريف كل ما هو مغربي ونسبه لغيره بشكل فاضح، وبات لزامنا التصدي له بالحجج والتاريخ الذي لا يقبل الزيف أو التحريف. تقرأ في الموضوع لفتح لمين. بإيعاز من النظام العسكري الجزائري، تحريف التاريخ وتزويره، سرقة تاريخ المغرب وثقافته وتراثه وتبنيه ضدا على التاريخ نفسه. يجتهدون في سرقة الموروث الثقافي والتاريخي المغربي، تبنيه والادعاء دون خجل أو حياء بأن التاريخ تاريخهم والتراث تراثهم والعادات عاداتهم والتقاليد تقاليدهم. تصرف مجهول التاريخ وفاقد الهوية يتمسك بمغربة بلده، يعشق المغرب لدرجة الغبطة ثم الجنون والكره. لا يتوانى لحظة في سرقة التراث المغربي. سرقاتهم وسطوهم متواصل لكل ما هو مغربي، لم يسلم من أيديهم بشر ولا حجر. عمل ممنهج لمحاولات سرقة التاريخ ورجالاته وعظمائه ومآثره وتراثه من شعر وشعراء، أغاني ومغنيين، موسيقى وموسيقيين، من طبخ وأطباق وألبسة وأعلام وأسماء مدن مغربية. تزوير الوقائع وتحريف التاريخ ونسبها إليهم دون ما خجل ولا حياء، ورغما عن كل ما قيل وكتب ودون من طرف المؤرخين وشهادة الشاهدين الذين عايشوا العصور. يتمادى هؤلاء في سرقتهم حتى بات ابن بطوطة الطنجي جزائري، وطارق بن زياد فاتح الأندلس جزائري، وعبد الرحمن المجذوب جزائري، وغيره من أعلام المغرب الفكرية والصوفية، بل حتى شخصيات مغربية بارزة لا زالت حية ترزق، وجدت نفسها جزائرية دون علم منها، ومدونة في صفحات ويكيبيديا وفي برامج لقنوات فضائية خصصت للغرض. فما غاية هؤلاء يا ترى؟ سؤال يطرح نفسه بإلحاح وحيرة مغربية وعربية مما يحدث، فالعالم إذ بات قرية صغيرة يتابع ذلك باستغراب، والسؤال: ما الهدف والغاية؟ خصوصا وأن التمادي في السرقة زادت حدته في السنوات الأخيرة. وسؤالنا: أليس في الجزائر رجل حكيم؟ وإذ طرحنا السؤال، المفاجأة كانت بأن نخبهم منغمسة في السرقة بدعمها للمغالطات والكذب والزيف والتحريف، وآخر ما تفتقت به غريزة اللصوصية لديهم هو أسود الأطلس. وهنا شر البلية ما يضحك، بقدر الألم والحسرة على جوار سيء بقدر الحيرة من أمر هؤلاء. فبعد النجاحات الكبيرة التي حققها المنتخب المغربي ببلوغه نصف نهائي كأس العالم المربع الذهبي للكبار، وهو الإنجاز التاريخي الذي لم يسبقه له منتخب عربي ولا أفريقي، بقدرة قادر أصبح أسود الأطلس جزائريون، واللقب جزائري ومنتخبهم أولى به، بل حتى أسد جبال الأطلس الشامخة جزائري ولا علاقة للمغرب به. ولولا الخوف على العالم من صدمة ووقع الكذبة لقالوا بأن المحيط الأطلسي جزائري سرقه المغاربة، كما سرقوا جبل تبقال من قبل، وسرقت مصر الأهرامات، وسرقت فلسطين حائط البراق. فهل هو الجنون في أقصى تجلياته، أم هي حبوب الهلوسة ذات الصنع الجزائري؟ سؤال يبقى مطروحا، وجبال الأطلس الشامخة لسان حالها يقول: ما هذا العبث؟ وزئير الأسد الأطلسي يسمع صدى صوته من بين ثنايا الجبال يقول: أنا مغربي.